الآن إلى مطار الكويت الدولي، يعني الحقيقة وسط إجراءات معينة وفي دخولهم المطار. هناك نشاهد يعني الصورة تحمل الكباتن الكبار إيكر كاسياس، مارسيلو، بيبي وكريستيانو رونالدو يحضرون الآن، ويمكن صدمهم الجو كابتن فوزي شوية، بس هذا جونا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يتحسن الطقس في الغد لمشاهدة أحداث كبيرة. لكن نرحب الحقيقة بنجوم سيرخيو راموس نشاهده الآن. لا شك أن يعني نجوم بهذه القيمة. يمكن حرصت إدارة ريال مدريد كابتن فوزي أن تبعد شوية خلينا نقول الضوضاء وليس الزخم الجماهيري في بعض الأحيان. طبعا نشاهد الآن أربيلوة موجود وقريب في مطار الكويت الدولي بعض من الوفد المرافق. يعني الحقيقة يعني شوف الاستعدادات الحقيقة جميلة، حتى التفتيش في سيارة خاصة بالضبط، وهذا شيء مميز الحقيقة يشرف الكويت بشكل عام لتسهيل الإجراءات لهذا الفريق الكبير. نشوف الحماس والروح المعنوية الكبيرة لدى لاعبي نادي ريال مدريد. هذا سيرخيو راموس، أربيلوة، طبعا ظاهرا حتى نزلتهم فيها دفعات. مورينيو محذر معطيهم تعليمات حتى نعم. بالنسبه عشان السياره برانيرو نعم السيارة الداخلية هذه مالت الكشف على الشنط والعفش، لكن حقيقة لازم احنا ايضا نشوف اللاعبين ابو يوسف شلون ايضا اللاعبين لما يجي مسافر شنو يلبس، ايش قاعد يسوي، شلون الامور هذه يعني بدون تصنع، بدون عفوية موجودة، بما فيه المدرب كل واحد جنطته وياه، ما يقول والله شيل الجنطة ولا كل هالامور هذه. نعم. هذه الفائدة الحقيقية اللي نستفيدها من التنظيمات. نعم الزي الموحد هو يمكن ميزة هؤلاء الفرق دائما. يجب ان نتعلم هذا الانتظام والاسلوب. لا يقول انا لاعب كبير انا ما اشيل نعم. طبعا كل اللاعبين ما اشيل انا شنطتي والله واحد يشيل الشنطه ولا ابدا. لاحظ شوف اللاعبين زين، هذا اوزيل دعم وصل، احنا قلنا وخضيره وصل اللي كانوا ما المفروض يوصلون يعني. ويمكن نستثمر احنا، انا راح ارجع لك في هالنقطه، نستثمر وجود يعني لاعبين بهذه القيمه وعندهم بطوله كابتن سمير قادمه، يعني هذا شيء مفخره نعتبر للكره او للرياضه الكويتيه بشكل عام. طبعا فخر كبير لنا. كاس اوروبا على بعد يمكن اسبوعين. نعم. وبالتالي التحضيرات قائمه على قدم وساق، لكن اصر يعني الشركه المنظمه شكرا يعني بوجود هؤلاء الكتب. يعني بالاخص الاتحاد الالماني نعم رفع دعوى مقدمه او كتاب رسمي قدمها لريال مدريد بعدم اصطحاب اوزيل وغيره بسبب المعسكرات. طبعا المان، اسبان وبرتغاليين. نعم. كلهم نعم. منافساتهم ومجموعاتهم قويه، ولازم تبلش الحين الاستعداد النفسي قبل الاستعداد البدني لانه اوريدي خارج من البطوله، فبالتالي يعني مضطرين انهم يروحون المعسكرات. لكن وجودهم هنا طبعا هذا يعكس اول شيء خلينا نقولها من الناحيه الشخصيه لشركه ميدنز فعلا انها كفت ووفت. نعم. مثل ما يقولون، لان فعلا كان الكل متخوف من تغيب بعض النجوم في هذه المباراه، لكن اليوم وصولهم اثبت للجميع ان فعلا هذه الشركه فعلا قادره على انها مثل ما قال كابتن فوزي ان رجال الكويت قادرين على انهم يحتوون الموقف باسرع وقت، لان مثل ما تفضلت ان كانت المباراه اوريدي بعيده عن وقت الحالي، ولكن استطاعوا انهم يلملمون الاوراق وبسرعه يبون الجماهير. اتوقع ان الحين الكل ناطر راحتهم الفندق بس عشان يصورونهم. نعم. طبعا عدم رغم الاجراءات يعني الصارمه اللي اتخذها يعني، وهو لهم الحق في ذلك. يعني انا اعقب بس تعقيب صغير على الكابتن سالم على موضوع